ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده عن الاورام الليفيه في الانسات. انتشرت وبدات تبقى موجوده بكثره. لما يهمني ايه في الورم الليفي وازاي اتعامل مع حاله انسه عندها ورم ليفي واكتشفها ازاي. عاده الحاله الانسه عشان اكتشف الورم الليفي دي انا مش بكتشفها من نفسي، دي بتكون جايه لي العياده عندها الشكوى بتاعتها. عندها ايه الشكوى بتاعتها؟ نزيف حاد، الدورة مش طبيعية يا دكتورة، او بيجيلي نزيف ما بين الدورتين، او الدورات بدأت تدخل على بعضها، انا مش عارفة دورتي بدايتها من ايه نهايتها من ايه. اول حاجة دماغنا بتروح ليها الحالة دي عندها انيميا. طيب تاني حاجة هنحط السونار هنشوف هنلاقي ورم ليفي. الورم الليفي دوت بقى التعامل معاه بيكون ازاي في حالة الانسة على حسب مكانه. دلوقتي الورم الليفي ممكن يكون في اي طبقة من طبقات الرحم، هو عامة الاورام الليفية يعني جوه الرحم فقط. طيب الرحم بيتكون من 3 طبقات، ممكن يكون في الجدار الخارجي، ممكن يكون اللي في الطبقة في النص، او في تجويف الرحم. وكل طبقة وبيبقى ليها مشاكلها واعراضها. يعني الطبقة الخارجية على حسب هو رامي لقدام، في الطبقة الخارجية ضاغط على المثانة، او في الطبقة الخارجية من ورا وضاغط على المستقيم، هتلاقي الحالة جاية تشتكي منها مش عارفة تتبول او عندها صعوبة في التبول وفي تقل دايما تحت وضغط، او في الطبقة اللي ورا عندها صعوبة في التبرز. طيب في الطبقات اللي في النص بتبقى اعراضها متشابهة شوية مع اللي في التجويف، وان كان التجويف هو اسوأ. الطبقات اللي في النص بتبقى الأوعية الدموية بقى مش عارفة تتقفل. الرحم في طبيعته لازم ينقبض كده، يفضل يعمل كده، عشان هو دوت السبب اللي بيخليكي بتحسي بآلام أثناء الدورة، إنه بينقبض على الأوعية الدموية فيضخ كمية دم ويقفل، يضخ ويقفل. ولذا الدورة بتفرمل نفسها في الآخر، خلصت اللي عندها وقفلت الشبابيك بتاعت الأوعية الدموية. أنا بحاول أبسط لكم المنظر ازاي والفكرة ازاي. لكن لما يكون في كتلة جوه مخلية الشبابيك دي مفتحة، عارفة أنا ضاغط على جاري، أنا ضاغط على ده، ضاغط على ده، موسع الأوعية الدموية مش مخلية بقها يتقفل، هو دوت اللي بيخلي يحصل النزيف المتواصل وأشكال النزيف اللي قلناها في البداية. تمام. فاللي في الطبقة اللي في النص ممكن يعمل نفس المشكلة، واللي في التجويف في مشاكل أعلى. التجويف أول حاجة النزيف بتجيلك بنزيف. تاني حاجة بتيجي بألم مؤلم جدا أثناء الدورة، لأن في كتلة بتضغط عليها ومش عارف يقفل براحته، فهو قاعد يضغط على حاجة كالكوعة كده في قلبه. تاني حاجة اللي هي في المستقبل بتعيق الحمل للأسف، هي بتمنعها تماما انها يحصل حمل اصلا. اي كتلة او اي جسم في المنطقة بتاعة تجويف الرحم ده مكان زرع الجنين، والمكان هنا ده هيندفن فيه البذرة بتاعة الجنين، فمش هيحدث حمل اصلا لانه شاغل المكان ده. ممكن يحدث حمل ولكن خارج الرحم. ممكن تكون مكانه سادد مداخل الانابيب، هو الرحم بيبقى ليه انبوبتين هما اللي بيوصلوا عن طريقهم الحيوان المنوي، هو يكون الورم جاي سادد الفتحة دي قاعد في النص، فقافل الطريق على ان يحدث حمل. طيب سي الورم قاعد في جنب والجنب التاني فاضي، ممكن يحصل هنا، ممكن يحصل حمل على الجنب ده. طب حملت يا دكتورة؟ للأسف هي ممكن تجهض. ليه؟ لأن مع الحمل الورم الليفي ده بيكبر بيكبر بيكبر، هرمون الحمل بيغذيه، فهيكبر فهيسقط الحمل، هيكبر مع كبران الرحم، فللأسف هيسقط الحمل. فالورم الليفي بجميع أشكاله هو بيبقى مزعج. طيب حله ايه يا دكتورة؟ الحل في البنوتة الآنسة المنظار. المنظار المنظار هنتجنب ان احنا نفتح بطن، عشان بس ما نخطوش الخطوة ديت. ممكن بتحصل لسه في بلاد الصعيد ان يتفتح بطن آنسة عشان تشيل كيس على مبيض، عشان تشيل ورم ليفي، عشان تشيل كيس شوكولاتة. كل الكلام ده خلاص بقى قدم. دلوقتي احنا شغالين بالمناظير، فكل شغلنا ان احنا يتم استئصال اي مشكلة في الحوض النسائي عن طريق المناظير. وده ليه؟
عشان اتجنب ان يحصل التصاقات بعدية، يبقى انا بحللها مشكلة وبدخلها في مشكلة تانية تمنع الحمل. فالمنظار بيسهل علينا ان احنا ندخل ونستأصل الحاجة اللي احنا مش عايزينها، ونقفل من 3 فتحات. 3 فتحات، مثلث كده بيتفتح في البطن، خرم وخرم وخرم، اكتر من كده ايه اثقاب. احنا بنتكلم في حاجة سيمبل. يخلص الورم الليفي، انتهى. طيب السؤال الاخير بيتكرر؟ للاسف ممكن يتكرر، للاسف ممكن يتكرر، ولكن ده ما يغنيش ان احنا نشيله. ممكن يتكرر، ما يغنيش ان احنا نشيله. احنا مجبرين ان احنا نشيله عشان البنت تعيش حياة طبيعية من غير نزيف، من غير مشاكل، يحدث الحمل. ولما يتكرر يحلها الحلال وقتها. ممكن يتكرر بس مش بنفس الاحجام، بس مش في نفس المكان. هو ممكن يتكرر مش في نفس الشكل وفي نفس الطريقة، هو ممكن يتكرر في الجدار الخارجي. ليه بيتكرر؟ بيتكرر لان الهرمون ده في جسمك اصلا، الهرمون الاستروجين ده بيبقى عالي، طبيعة جسمك كده. هتلاقيه بشكل متوارث، بشكل من الاشكال، في والدتك، في خالتك، في عمتك، باي شكل من الاشكال. المهم واخد سلسال من الاسره، بشكل بقى اخر، باورام في الثدي، في اورام في حته تانية تبع الجهاز التناسلي الانثوي من الحوض للثدي. تمام. فالفكره كلها ان البنت، انا جايه النهارده مخصوص اتكلم عن الحالات ديت، ان لازم التعامل معاها بالمناظير، عشان محدش يدخلك في قصة جراحة وتحصل معاكي للأسف مشاكل تانية مستقبلية. هشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد في معلومة جديدة.